انا الخوت ان كلشي شاف الفيديو ديال خوتنا ياك. واش العياقه واش العياقه وريك امك العياقه كي دايره؟ واش غاش عليك امك ودير روح امك من بعد شنو؟ من بعد الله وصلت قودتي واد الله من بعد صافي. انا غادي لجهنم ولدي ديال امك باش نجيك من الاخر. شوف ما ديتيش هو ما بقاش تهضري معاهم خليهم هما عارفين الخدمه. كنقلب وغنزيد تكمشي. علاش تقلب لي؟ انت ما انت عاد هضرتك راه هضرتك على شكون رب ديال امك انت؟ شكون السلام الموسخه لولداتك؟ انا شكون في عبد الله؟ شنو من بعد؟ اللي بغيتي يا موسخه اشنك؟ تحبي براسك زوينه ولا شنو؟ سمح لي ايوا هاك تكوني غالطه. سمح لي. فكما شفتوا في هذا الفيديو هذا فرعون رجع. فرعون رجع في الزمان ديالنا وفي المغرب. فانت يا جدارمي ولا في حقيقه السميه ما خاصهاش تبقى تسمى لك حيت بزاف عليك خليتي واحد وصمه عار في جبين الدرك الملكي. شوهتي الصوره ديال داك التوني اللي لابس بزاف عليك داك التوني. فراه هادشي اللي كيوقع ان واحد ولا جوج كيشوهوا الصوره ديال بزاف ديال الناس، سواء في جوندارم سواء في البوليس سواء في المخزن سواء في اي واحد كيلبس التوني اللي كيخولوا انه يحمي المواطنين ويكون في خدمه القانون في هذه البلاد. فانت شوهتي ديك الصوره، خاص تحيد داك التوني. وكنظن الى من بعد الكارثه هذا بقى خدام، فمن الاحسن ما تبقاش هذه سميتها دوله الحق والقانون. هذه من جهه. من جهه اخرى فكتشوفوا لاحظتوا بانه هو يعني كيقول لك الفقيه اللي تسناو براكس ودخل الجامع ببلاصتو. اول حاجه ما داير الصمته ديال الطوموبيل، يعني ما كيحترمش قانون. ثاني حاجه كيستغل ديك السلطه ديالو اول حاجه في السباب، يعني سب ديك الدريه كيف ما بغى يكون التهمه ديالها، ولكن ما خاصوش يسبها. وداك السيد اللي بقى كيكلاكسون عليه وما تحركش، فحيت ما تحركش من قدامه ولا بقى معطلو غيرجع وغيعاقبو وممكن يعطيه تهمه. علاش لا؟ هو من حركه من الداعش او لا من الناس اللي كيصدروا الحشيش للاكوادور، ما عرفناش شنو ممكن يدير. هادو ماشي شريف وحيد من الطريق. هذا ديما ديك النهار جابوا الدري وتركوه. انا غنرجع لك كنسالي لك ديك النهار فكيتك منهم. هاد المره نرجع لك. وباش زادا هو ان عنده مفاتيح الجنه والنار، وباش كملها كيسب الله سبحانه وتعالى. حاشا وجه الله. وكن سب الملك وكن دابا تشد. من بعد شنو؟ من بعد الله وصلت قودتي واد الله من بعد صافي. اذا من هذا المنبر كنبغي نقول اي واحد عنده السلطه في هذه البلاد، سواء سلطه صغيره سواء سلطه كبيره، فالسلطه مادام عندك راه حنا اللي عطيناها لك كمواطنين باش انك تكون في الخدمه ديالنا وفي الخدمه ديال راسك وفي الخدمه ديال هذه البلد. فما تجيش انت تستغلها بطريقه سلبيه او لا طريقه لمصلحتك او لا دير ما بغيتي، حيتاش حنا عندنا دوله الحق والقانون، والقانون كيطبق على كل شيء من الصغير حتى الكبير.